حبايبنا طلاب المرحلة الإعدادية، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر أحمد عادل إن شاء الله. النهاردة على منصة فول ماركن إنجلش هنبدأ. إحنا طبعا عارفين إن أنتوا كنتوا في أجازة، فهنبدأ كده مع بعضنا نحاول نفتكر الحاجات اللي أنتوا كنتوا عارفينها. أغلب الحاجات اللي هنقولها دلوقتي يمكن كلها برضو أكيد أنتوا عارفينها، فإحنا هنحاول نسترجع أو نفتكر سوا مع بعض. فهنبدأ كده بإذن الله نشوف التأسيس كده، أو نشوف الحاجات الأساسية اللي المفروض نكون عارفينها. فبسم الله كده نبدأ ويلا بينا. اول حاجه احنا عايزين في الانجليش نعرف الجمله بتتكون ازاي. او انا دلوقتي راجل عايز اكتب جمله انجليش، او عايز افتكر ازاي الجمله بتتكون. فنبدا كده الجمله، يعني نقسم سبورتنا. جمله السنتنس عايز اعرف هي بتتكون من ايه. اول حاجه في الانجليش ان الجمله بتتكون بفاعل. طب يا مستر اذا كان في العربي الجمله الفعليه ببدا بفعل مش بفاعل، هقول لك لا، احنا عندنا في الانجليش ببدا بالسبجكت او بالفاعل. طيب اقول بقى التكوين كله كامل، ببدا بالسبجكت. سبجكت يعني فاعل، وبعد كده الفيرب، وبعد كده حاجه اسمها التكمله. يعني ايه تكمله؟ اسمها كومبلمنت، ودي بتنقسم لكذا حاجه هنقولهم دلوقتي بالتفصيل. طيب انا دلوقتي هناخد حاجه حاجه ومع بعضنا، ما ورناش حاجه. قلنا سبجكت يعني ايه؟ يعني فاعل. يعني ايه فاعل يا مستر؟ يعني اللي قام بالفعل. لما اقول لك مثلا احمد لعب كوره، يبقى مين اللي لعب كوره؟ احمد. تمام كده. طيب الفيرب او الفعل، الاكشن او الحاجه اللي السبجكت او الفاعل عملها. تمام كده. طيب الكومبلمنت ده التكمله بتاعه الجمله. ممكن تتقسم لكذا حاجه. ممكن تتقسم لايه وايه يا مستر؟ اقول لك. ممكن تتقسم تبقى صفه، ممكن تبقى حال، ممكن تبقى مفعول. تمام. وهناخد دلوقتي كل واحده او كل حاله هناخد عليها مثال دلوقتي. تعالوا كده نشوف الجمله دي سوا. لو قلت لك مثلا علي plays تنس. تمام كده. طب ونكمل. لو قلت لك برضو علي is tall. ماشي. لو قلت برضو نفس الجملة بس هنغير فيها طبعا، علي plays well. تمام كده. انا عندي كده 3 جمل بنفس الفاعل اللي هو مين؟ علي. تعالوا كده نفصص جملة جملة ونشوف هل ماشية على نفس الترتيب اللي قلناه فوق ولا لا. طيب تعالوا نشوف اول جملة كده. اول جملة علي، احنا زي ما اتفقنا ان علي او ده الشخص، انا ببدأ بالفاعل او بالسبجكت، الشخص اللي قام بالفعل. تمام كده. يبقى علي ده يعتبر ايه؟ السبجكت. تمام كده. طيب plays يعني يلعب. يلعب ده الفيرب، ده الفعل. يبقى علي اما اجي اقول لك هو علي عمل ايه؟ قلت لي بيلعب تنس. يبقى يلعب ده هو الفيرب او الفعل. تمام كده. يبقى انا بدأت سبجكت وبعد كده فيرب. طب الكومبلمنت هنا كلمة تنس. عايز اقول لك هو علي لعب تنس او بيلعب تنس. علي بيلعب كوره. ايه الحاجه اللي اتلعبت؟ التنس او الكوره. يبقى دي حاجه هي اللي وقع عليها الفعل او هي اللي اتعملت. يبقى ده ايه؟ اسمه مفعول. يبقى اسمه ايه؟ اسمه اوبجكت. اسمه اوبجكت. طب ده الكومبلمنت صح؟ يندرج انهي واحده من الثلاثه؟ تندرج ناحيه المفعول الاوبجكت. تمام كده. يبقى انا قلت ان علي هو السبجكت، بلايز هي الفيرب او الفعل، وتنس هي الاوبجكت او الحاجه اللي وقع عليها الفعل، هي اللي اتلعبت. تمام كده. زي مثلا لما احط فوتبول يبقى الكره هي اللي اتلعبت، يبقى تندرج تحت ايه؟ المفعول. تمام كده. نشوف الجمله الثانيه. اظن ان الجمله الاولى واضحه تمام. نشوف الجمله الثانيه. علي is tall. علي يكون طويل او علي طويل زي ما بنقول. انا بوصف هنا علي ان هو طويل، وانا كده كده هنشرح مع بعض برضو وهنرجع لفيرب تو بي بالتفصيل. تمام كده. طيب علي زي ما اتفقنا هو السبجكت، هو الفاعل. تمام كده. هو اللي بتكلم عليه او هو الفاعل، هو صاحب الحدث. طيب is ده فيرب تو بي. وليه قلنا is ما قلناش ار ليه يا مستر او ام؟ لان علي ده فاعل مفرد، والفاعل المفرد في فيرب تو بي بياخد is. هنشرحها برضو ما تقلقوش. طب انا عايز اشوف ايه اللي بعد is. كلمه طول يعني ايه؟ طول يعني طويل. تمام كده. هو انا لما اقول الشخص ده طويل يبقى انا ده مفعول، حاجه وقعت عليه او حصل فعل فيه، ولا انا بوصفه ان هو طويل؟ لا، انا هنا بوصفه ان هو طويل. طيب يبقى طول دي تعتبر ايه؟ تعتبر adjective.
يعني كده يا مستر الكومبلمنت بتاع الجمله دي ايه؟ يعتبر ايه؟ هل يعتبر مفعول اوبجكت ولا ادفيرب حال ولا صفه اللي هي ادجكتيف؟ لا يا مستر يعتبر صفه. يبقى تاني جمله معانا تندرج او الكومبلمنت بتاعي يندرج تحت الايه؟ تحت الصفه او الادجكتيف. يبقى كده كانت اول جمله اتفقنا ان هي سبجكت فيرب، علي سبجكت والبلايز هو الفيرب، والكومبلمنت كان ايه؟ تنس. تنس دي اسم فتعتبر ايه؟ اوبجكت، تعتبر مفعول. تمام كده؟ دي اول واحده. تاني واحده علي از تول، يعني علي طويل. كلمه تول يعني طويل، يعني صفه. يبقى الكومبلمنت بتاعي يندرج تحت انهي واحده؟ يندرج تحت الصفه. يندرج تحت ايه؟ الصفه. ناقص اخر حاجه اللي هي الحال اللي هو يعتبر الادفيرب. فنشوف تالت جمله معانا. علي. علي ده برضو زي ما اتفقنا ان هو subject، ماشيين كويس. plays verb، يبقى ده subject وده verb او الفعل، فاعل وفعل. will. هنا تعالى كده نترجم بالعربي. يعني ايه علي plays well؟ يعني علي بيلعب كويس. هل انا هنا وصفت علي ولا وصفت اللعب بتاعه؟ وصفت اللعب بتاعه. وصفت الفعل. وصفت ايه؟ الفعل. طيب هو ايه اللي بيوصف الفعل يا مستر؟ هل الصفة ولا الحال؟ لا الحال. يبقى اللي بيوصف الفعل او الصفة او الحال هو الحال. تمام كده؟ يبقى كلمة ويل دي تعتبر ايه؟ تعتبر حال يا مستر. يعني الكومبلمنت كان ايه يا مستر؟ الكومبلمنت كان مفعول ولا صفة ولا حال؟ لا كان حال. يبقى هنا في الجملة دي تندرج تحت انهي واحدة؟ تحت الحال. تمام كده؟ يبقى انا كده جبت 3 جمل. عرفنا ان الجملة بتتكون من فاعل وفعل والكومبلمنت اللي هو تكملة الجملة. يعني ممكن الكومبلمنت ده يكون اي حاجة، مفعول، حال، صفة. تمام؟ وجبت لك 3 امثلة على تكوين الجملة. تمام كده؟ ركز بقى معايا في الجملة اللي جاية دي. تمام؟ لو انا جيت قلت لك في الجملة دي، خلي علي معانا برضو ايه معانا في الثلاث جمل ونشوفه في الجمله دي. لو قلت لك علي سليب، لو قلت لك برضو علي سمايلد. يا مستر هو في حاجه هنا ناقصه؟ في حاجه ناقصه. ايه هي؟ يا مستر تعالى كده نفصصها. علي ده يعتبر ايه؟ يعتبر سبجكت. سبجكت يعني ايه؟ يعني فاعل، يعني هو اللي قام بالفعل. طيب احنا قلنا ان الجمله بتبدا بسبجكت وبعد كده فيرب وبعد كده كومبلمنت، والكومبلمنت ممكن يبقى كذا حاجه. طيب نكمل. علي ده السبجكت. سليبت يعني نام، يعني فعل، صح كده؟ يبقى فيرب. طب سمايلد يعني ايه؟ ابتسم، ضحك، فيرب برضه. الله، طب فين الكومبلمنت يا مستر؟ لو تطلع فوق كده تاخد بالك لما حطيت لك تكوين الجمله حطيت لك كلمه كومبلمنت بين قوسين. يعني ايه بين قوسين يا مستر؟ يعني اوبشنال. في جمل ممكن يبقى فيها كومبلمنت تكمله للجمله، ممكن لا. في جمل ما تحتاجش تكمله، معناها واضح، معناها واصل. طب تعالى كده نترجم بالعربي نشوف المعنى واصل ولا لا. تعال. علي سليبت يعني علي نام. هل محتاج اكمل؟ لا انا بقول لك علي نام خلاص. علي سمايلد، علي ابتسم. هل محتاج اكمل؟ لا خلاص انا كده عرفت المعنى وصل لي، او الجمله المعنى بتاعها وصل لي تماما، وفهمت ان هي 100% جمله صحيحه وكله تمام. تمام كده؟ يبقى في جمل بتكتفي بالسبجكت والفيرب، تكتفي بالسبجكت والايه والفيرب. طيب وده ممكن برضو يعني مش عايز اتقل عليك شويه، بس ده ممكن بالفعل ده بيكون اسمه intransitive. يعني فعل ايه؟ فعل لازم ما بيحتاجش لحاجه بعده، اسمه intransitive verb. تمام كده؟ ده هنوصل له برضو لما نيجي نخش شويه ونشرح الايه الفيربس. تمام؟ يبقى احنا كده اتفقنا ان السنتنس عندي او الجمله عندي ببدا بالسبجكت اللي هو الفاعل، الشخص اللي قام بالفعل، وبعد الفاعل بحط فعل الاكشن او الفيرب اللي حصل. تمام كده؟ ممكن احط كومبلمنت لو الجمله محتاجه تبقى صفه adjective، تبقى حال adverb، او مفعول object. طب ممكن ما احطش حاجه خالص؟ عادي، تكون المعنى واصل زي مثلا الجملتين دول. تمام كده؟ تمام كده. نكمل. نيجي بقى حاجه تانية. انت دلوقتي يا مستر عمال تقول لي علي، وعمال تقول لي سليبت، وعمال تقول لي سمايلد، وعمال تقول لي كومبلمنت ومش عارف ايه. طيب كلمه علي دي لو جيت اعربها تعتبر ايه؟ يعني هل هي نوع الكلمه دي ايه؟ هل فعل؟ هل اسم؟ هل حرف جر؟ هل ضمير؟ هل صفه؟ فاحنا دلوقتي هنشوف حاجه اسمها ايه؟ هنشوف حاجه دلوقتي اسمها parts of speech.
كلمنا عربي يا مستر. يعني ايه؟ يعني اقسام الكلام. يعني ايه اقسام الكلام يا مستر؟ هقول لك دلوقتي حاجه. يعني ايه اقسام الكلام؟ انا طبعا عندي انواع الكلمات ايه؟ عندي اسم، عندي صفه، عندي ضمير، زي ما قلنا في الاول واحنا بنبدا الجزء ده. طيب تعالوا ناخد كده اول حاجه معانا، وهي ايه؟ النون. يعني ايه نون يا مستر؟ يعني الاسم. الاسم ليه كذا نوع. الاسم ليه كذا نوع. تعالوا كده نشوف اول نوع معانا هيبقى اسمه ايه. اول نوع معانا اسمه proper. هترجم لك ما تخافش. noun. يعني ايه proper noun؟ الاسم العلم. يعني ايه اسم علم؟ لو تفتكر في العربي اسم العلم ده اسماء الاشخاص، اسماء الاماكن. طب اديني مثال يا مستر. اديك مثال عيني. اقول لك مثلا اللي تعب معانا من اول الحصه علي. مش علي ده اسم شخص؟ سار اسم شخص. ايجيبت اسم دولة. مصر مش ده اسم حاجة؟ أنا بسمي حاجة اسم علم، صح كده؟ إيه تاني؟ أفريكا، قارة أفريقيا، وهكذا. دي كلها حاجات أسماء علم بسمي بيها حاجة معينة، سواء أشخاص أو أشياء. تمام كده؟ طيب في نوع تاني يا مستر؟ في نوع تاني. إيه هو يا مستر؟ عندك الكومن ناون. يعني إيه الكومن ناون يا مستر؟ يعني الاسم العام. يعني إيه اسم عام؟ حاجة معينة ليها اسم، ده اسمه إيه؟ قلم، صح؟ ده اسمه قلم، يبقى ده اسم عام. لو معاك كتاب ده اسمه ايه؟ بوك. اسمه بن. تمام كده؟ يبقى القلم اسمه بن. دي حاجه عامه، حاجه معروفه. تمام كده؟ طب اديني يا مستر امثله. هديك امثله. اقول لك مثلا زي ما قلت لك ان القلم يعني بن، حاجات عامه اهي. ايه تاني؟ بوك يعني كتاب. تشير كرسي، وهكذا. دي كلها حاجات ايه؟ عامه. اسمه ايه بالانجلش؟ اسمه كومن ناون. يبقى احنا كده خدنا كام نوع للاسم؟ 2. بروبر ناون الاسم العلم بسمي بيه شخص او اماكن او اشياء يعني. انما الكومن ناون الاسم العام، زي مثلا اقول لك ده بن، كاميرا، بورد، وهكذا. تمام. طيب نكمل. هل في انواع تانية يا مستر للناونز؟ في انواع تانية للناونز. ايه هي؟ نشوف النوع اللي بعده، النوع الثالث. النوع اللي بعده اسمه material noun. يعني ايه material noun؟ يعني اسم ماده، اسم حاجه، مواد خام. زي ايه مثلا؟ اقول لك مثلا جولد. يعني ايه جولد؟ الذهب. ايرون. يعني ايه ايرون؟ الحديد، وهكذا. جلاس. يعني ايه جلاس؟ زجاج. دي كلها اسمها ايه؟ material nouns، وهكذا. تمام. طيب ناقص حاجه تاني. ناقص حاجه تانية يا مستر، وهو الاسم الايه؟ الاسم المجرد. اسمه ايه؟ abstract noun. ده الاسم المجرد. يعني ايه اسم مجرد؟ يعني حاجه الجمال مثلا، هل انت تقدر تشوف الجمال؟ الحب، هل انت تقدر تشوفه؟ الخوف، دي حاجات كلها ايه؟ ما نقدرش نشوفها. يبقى دي اسمها ايه؟ abstract nouns. طيب ندي امثله زي ما قلنا. love. ايه تاني؟ fear. happiness السعاده. هل انت تقدر تشوف السعاده؟ لا طبعا. وهكذا. دي كلها حاجات انا ما اقدرش اشوفها. حاجه مش ماديه، حاجه معنويه، حاجه abstract مجرده. تمام كده؟ تمام كده. طيب صعب الناونز؟ لا مش صعب الناونز. قلنا نجيب ملخص كده سريع. بروبر ناون يعني اسم العلم. يعني ايه اسم علم؟ اسم شخص، احمد، علي، محمد، ساره، اي حاجه. تمام. اسم البلاد مثلا ايجيبت، وهكذا. طيب ايه تاني؟ عندي الماتيريال ناون. يعني ايه ماتيريال ناون؟ اسم الماده الخام، زي الجولد، الايرن، الحديد، جلاس الزجاج، وهكذا. طيب ايه تاني؟ عندي الكومن ناون. يعني ايه كومن ناون؟ الاسماء العامه. زي ايه مثلا؟ بقول لك ده بن، يعني ده قلم. بوك كتاب. تشير كرسي، وهكذا. طيب الابستراكت ناون اخر حاجه، ده الاسم المجرد. يعني ايه اسم مجرد؟ زي الحب، السعاده. دي كلها حاجات ايه؟ ما اقدرش اشوفها. تمام كده؟ نكمل. يبقى اول حاجه في اقسام الكلام احنا خدناها، وهي ايه؟ هي الناونز او الاسماء. طيب ايه تاني في البارتس اوف سبيتش نقدر ناخدها؟ عندك حاجه تانية اسمها الفيربس او الفيرب. يعني ايه الفيرب؟ الفعل.
وده هنتكلم فيه باستفاضه شويه. طيب الفعل بينقسم لكذا حاجه، ايه هي؟ عندي اول حاجه ان هو يكون main verb. يعني ايه main verb؟ يعني فعل اساسي في الجمله، فعل اساسي. فاكر اول جمله خدناها خالص كانت ايه؟ كانت علي plays تنس، صح كده؟ واتفقنا ان علي ده كان subject فاعل هو اللي قام بالفعل، وبلايز ده verb، وتنس كان object او مفعول، صح كده؟ طيب هل الفعل ده مش فعل اساسي؟ يعني فعل مساعد او فعل ملوش لازمه؟ لا، ده فعل الاساسي بتاع الجمله، ده المين فيرب بتاع الجمله، ده لو شلته مش هيبقى فيه فيرب، صح كده؟ يبقى ده ايه؟ اسمه مين فيرب او فعل اساسي. ده هو الفعل الاساسي اللي وصل لي المعنى بتاع الجمله، ده الفيرب الاساسي، تمام كده؟ طيب هل في حاجه تانية او في نوع تاني من الفيربس؟ في نوع تاني من الفيربس. ايه هو يا مستر؟ الاوكسيلري او helping verb. يعني ايه auxiliary او helping verb يا مستر؟ يعني فعل مساعد. يعني هل الفعل المساعد ده يا مستر ما بيكونش اساسي في الجمله؟ لا، ده بيكون فعل مساعد وساعات بيكون اساسي، هقول لك دلوقتي. طيب يعني ايه فعل مساعد؟ يعني حاجه من الحاجات دي. جيب اللون الاخضر. عندك مثلا verb to be. طب verb to be ده بيتكون من ايه يا مستر؟ بيتكون يا اما am او is او are، ده لو مضارع. طب لو ماضي يا مستر بيتكون من ايه؟ بيتكون يا was يا were. ده verb to be بمعنى ايه؟ يكون. تمام كده؟ هكتب لك بالعربي اهو معاك في الاخر. ماشي. طيب عندك ايه تاني؟ عندك verb to have. طيب ده بيتكون من ايه يا مستر؟ بيتكون من have او has في المضارع، وفي الماضي بيتكون من had، ده ماضي. طيب في تاني هتكفي. verb to do. verb to do بيتكون من ايه برضو؟ من do و does في المضارع، ومن did في الماضي. انا اتلخبطت، انا عايز مثال، عايز حاجه كده توضح لي. تعالى اقول لك. زي ما اتفقنا فوق من شويه ما قلت لك علي بلايز فوتبول، ان كلمه بلايز دي فيرب، ده الفعل الاساسي، ده الفعل الاساسي بتاع الجمله دي، كده متفقين فيها. تمام. طيب تعالى كده نشوف الكام جمله دول. لو قلت لك علي is playing football. ماشي تمام. غيرنا شويه، ما قلتلكش علي بلايز، صح كده؟ طيب ايه تاني؟ اقول لك he has done his homework. ناخد جمله كمان، دي has did. دي سؤال بقى. you play tennis yesterday. وبما ان دي سؤال نحط ايه في الاخر؟ punctuation question mark، لان ده سؤال. بص كده الثلاث جمل دول، تعالى كده نفصصهم سوا. احنا من شويه قلنا ان لو علي بلايز تنس او فوتبول ايا يكن وشلت بلايز دي، المعنى بتاع الجمله هيبوظ او الجمله كلها هتبوظ اصلا، صح كده؟ طب ده معناه ايه يا مستر؟ ان ده المين فيرب او الفعل الاساسي. طب انا قلت لك في نوع فعل تاني اسمه ايه؟ اسمه اوكسيلري فيرب او هيلبنج فيرب، يعني فعل مساعد. فعل ايه؟ مساعد. زي هنا كده اما اقول لك علي is playing football، يعني علي بيلعب كوره دلوقتي، ده زمن اسمه مضارع مستمر او present continuous، تمام كده؟ كلمة is اللي موجودة دي، هل هي الفعل الأساسي؟ ولا في بعدها حاجة؟ في بعدها playing. playing دي هي اللي أوحت لي أو ادتني المعنى الأساسي بتاع الجملة، صح كده؟ إن هو بيلعب تنس أو فوتبول دلوقتي أيا يكن. يبقى كلمة is دي زي ما اتفقنا دي verb to be، صح؟ طب هل فعل أساسي
ولا فعل مساعد؟ لا فعل مساعد، يبقى اسمه ايه؟ auxiliary verb او helping verb. يبقى is اللي هنا دي فعل مساعد مش فعل اساسي. مش فعل ايه؟ اساسي. طب هل يا مستر الافعال المساعده دي ما تجيش افعال اساسيه او مين فيرب؟ لا تيجي، وهقول لك دلوقتي. فتعال نكمل. طيب هي من شويه قلت لك فيرب تو هاف اللي هو هاز او هاف في المضارع وهاد في الماضي. بص كده الجمله دي he has done his homework. خدت بالك من هاز؟ خدت بالي من هاز يا مستر. هل هي الفعل الاساسي في الجمله؟ لا مش هي الفعل الاساسي في الجمله. done his homework ده الحاجه الاساسيه او الحاجه اللي لوحت لي بالمعنى الاساسي للجمله. يبقى كلمه هاز دي برضو زي ما اتفقنا ان هي فيرب تو هاف، وهنا دي ايه؟ فعل برضو مساعد مش فعل اساسي. اتفقنا؟ كلمه did اللي جايه في الاول دي هل هي الفعل الاساسي؟ امال بلاي ده بيعمل ايه؟ بلاي ده هو الفعل الاساسي، انما did اللي في الاول ده هو فعل مساعد برضو وليس اساسي. وليس ايه؟ اساسي. طيب يا مستر انت من شويه قلت لي ان الافعال المساعده اللي هي الاوكسيلري فيربس فيرب تو بي وفيرب تو هاف وفيرب تو دو، صح كده؟ اللي هم ام از ار ووز وير داز او دو وديد هاز هاف وهاد، صح كده؟ طب انت قلت لي برضه يا مستر ان الافعال دي ممكن تيجي افعال اساسيه او مين فيرب في الجمله. قلت لك بس بمعنى مختلف، او بيكون الفعل ده هو الاساسي فعلا في الجمله. تعالى كده نشوف الجمل دي. فاكر لما قلت لك، اما جبت لك جمله وقلت لك علي استول، صح؟ ان علي طويل، صح كده؟ تعالى كده نشوف الجمله دي تاني. لو قلت لك مثلا he is clever، ماشي؟ طيب بص كده الجمله دي he has a new car، ماشي؟ تعال نشوف الجمله اللي بعدها he did his homework. هسأل سؤال وانت ترد عليا. از اللي في الاول ده فيرب ايه؟ فيرب تو بي، صح يا مستر؟ ام از ار ووز وير فيرب تو بي اهو. يبقى نعلم عليه كده ان ده فيرب تو بي. معاك للاخر، انت كده ماشي صح. طيب هاز فيرب تو هاف، صح كده؟ طيب ديد الماضي بتاع فيرب ايه؟ فيرب تو دو. مش قلنا دو وداز والماضي ديد، صح كده؟ بس اقف بقى هنا. هل الافعال دي اساسيه ولا مساعده؟ هل هي مين فيرب ولا اوكسيلاري فيرب؟ تعال نشوف. هي از كليفر، هو ذكي او عبقري، تمام. انا قلت لك ان الجمله في الاول خالص بتتكون من subject verb والكومبلمنت سواء بقى صفه حال مفعول ايا كان، تمام. طيب كليفر دي انا قلت لك من شويه يعني عبقري، فتعتبر ايه؟ تعتبر صفه، صح كده؟ صح كده يا مستر. طب وهي دي تعتبر ايه؟ فاعل اللي هي السبجكت. طب از ده هل مين فيرب ولا اوكسيلاري فيرب؟ هل هو الاساس بتاع الجمله؟ يا مستر هو الاساس بتاع الجمله. طب عرفت ازاي؟ شيله كده. ينفع اقول هي كليفر؟ الجمله مش هتمشي. مش احنا اتفقنا ان الجمله لازم على الاقل يكون فيها subject و verb؟ لازم على الاقل الجمله يكون فيها فاعل وفعل، فاعل وايه؟ وفعل. يبقى كلمه is دي اللي هي verb to be auxiliary ولا main verb؟ لا هنا يا مستر main verb. يعني ايه main verb؟ فعل اساسي في الجمله ما اقدرش استغنى عنه. طب استغنى عنه كده الجمله مش هتمشي، تمام. ده كان verb to be. وطبعا انا حطيت is عشان هي، هقول لكم برضو ما نيجي نشرح verb to be بالتفصيل. حطينا از عشان هي. طب لو كانت they مثلا او يو كنت حطيت ار، لو كانت اي كنت حطيت ام. ده طبعا في المضارع، انما في الماضي was او were. تمام كده؟ تمام. طيب he has a new car. احنا من شويه قلنا ان verb to have اللي هو has او have كان auxiliary verb او فعل مساعد. بس انا هنا ما قلت لك ان الافعال دي ممكن تكون اساسيه. هل في الجمله دي اساسيه ولا مساعده؟ لا الفعل هنا اساسي. عرفت منين يا مستر؟ he has a new car، ده عنده عربية جديدة أو يمتلك عربية جديدة. يبقى هنا ده مش فعل مساعد، ده فعل أساسي بمعنى يمتلك. فعل أساسي بمعنى إيه؟ يمتلك، عنده، يعني عنده عربية جديدة، تمام؟ طب شيل كده هز، أقول لك he a new car، الجملة ماشية؟ لا مش ماشية يا مستر، المعنى مش ماشي. عرفت منين؟ عشان من الأول قلت لك إن أساس الجملة لازم subject و verb، لازم subject وإيه؟ وverb. طيب has يبقى هنا عنده، يبقى لو جيت شلت هاز الجمله مش هتمشي. يبقى ده فعل ايه؟ فعل اساسي يا مستر، مين فيرب.
تمام؟ يبقى انا كده جبت فيرب تو بي على اساس انه فعل اساسي، وفي الجمله دي جبت فيرب تو هاف على اساس انه فعل برضو ايه؟ اساسي. تمام؟ اخر جمله معانا he did his homework، هو عمل الواجب بتاعه. طيب انا قلت لك فيرب تو دو بيتكون من ايه؟ does او do في المضارع، وديد فين؟ في الماضي، وممكن يجي فعل مساعد او فعل ايه؟ اساسي. الجمله دي فعل مساعد ولا اساسي؟ لا فعل اساسي. عرفت منين يا مستر؟ انا بقول لك هو عمل الواجب، جمله ماضي، هو عمل الواجب خلاص. شيل ديد كده، هي هيز homework مش هتنفع، يبقى ده فعل ايه؟ فعل اساسي. مين فيرب، يعني ايه؟ فعل اساسي. يبقى انت ما تتخدعش من فيرب تو بي وفيرب تو هاف وفيرب تو دو ان اول ما تشوفهم كده في الجمله تعرف ان هم افعال مساعده، لا ممكن برضو يكون افعال اساسيه في الجمله، يبقى هم اساس الجمله. زي ما قلت لك ان اساس الجمله سبجكت وفيرب، مفيش جمله من غير سبجكت وايه؟ وفيرب. تمام كده؟ واتفقنا ان احنا ممكن نضيف الايه؟ الكومبلمنت، حطيتها لك بين قوسين، يعني ايه؟ اوبشنال، ممكن تتحط وممكن لا، على حسب معنى الجمله، على حسب معنى ايه؟ الجمله. تمام كده؟ تمام كده. عايز برضه اقول لك ان الافعال ملهاش تصريف واحد. يعني ايه ملهاش تصريف واحد؟ يعني الفعل ليه كذا تصريف يا مستر. يعني ممكن تلاقي فعل في المصدر، يعني ايه في المصدر؟ يعني مش مضاف له اي اضافات. ممكن تلاقي في التصريف الثاني مضاف له دي او اي دي او اي دي. طيب ده الافعال اللي هي الايه؟ المنتظمه. في افعال غير منتظمه برضو لازم تتحفظ، وفي افعال تصريف الكام؟ التالي. يبقى تخلي بالك ان الافعال ملهاش تصريف معين، ملهاش ايه؟ تصريف معين. تعالى كده نفصص كده الافعال في كل زمن، او نشرح الزمنين المضارع والماضي سريعا. زي ما اتفقنا ان الفعل ملوش تصريف واحد، تمام كده؟ فتعالى بسرعه كده نشوف البريزنت والباست. يعني ايه بريزنت وباست؟ يعني المضارع والماضي. فنقسم سبورتنا كده، نجيب في الاول هنا البريزنت، وهنا الباست سيمبل. خليها بالعربي يا مستر، ماضي بسيط، وهنا مضارع بسيط. طيب هل الفعل التصريف بتاعه بيختلف ما بين المضارع وما بين الماضي؟ اه يا مستر. طيب اولا الفعل، عندي فعل مثلا زي بلاي. بلاي يعني يلعب، صح كده؟ هل مضاف له اي اضافات؟ مش مضاف له اي اضافات، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني الفعل مش مضاف له اي اضافات، الفعل مش مضاف له ايه؟ اي اضافات. تمام كده؟ طيب مع هي، هو وشي، هي او ات، هو او هي الغير العاقل، او اي اسم مفرد عامه، بجيب الفعل مضاف له يا اما اس او اي اس او اي اي اس. اديني مثال كده يا مستر. لما اقول لك هي بلايز، حطيت اس اهو، فوتبول، هل جبت الفعل في المصدر زي ما هو؟ لا، ضفت له اس، ضفت له اس. تمام كده؟ طيب لو كان يو يعني انت او انتم، او وي نحن، او ذي هم، او اي انا، او اي اسم جمع. يعني ايه اسم جمع؟ انا ومحمد، انا وعلي، احنا اتنين جمع اهو. بجيب الفعل فين؟ في المصدر، يعني infinitive. زي ما اتفقنا ان فوق يعني ايه مصدر؟ يعني المصدر فعل مش مضاف له اي اضافات. اما قلت لك he plays football، لو قلت لك we هتبقى we play football. جبت play مش مضاف لها اي ايه؟ اضافات، مش مضاف لها اي اضافات، واكمل عادي. تمام كده؟ ده كان المضارع، ده كان الايه؟ المضارع. مع هي وشي وات بجيب الفعل مضاف له اس اي اس اي اي اس. تمام؟ انما يو ووي وذي واي واي اسم جمع اللي هم هنا بجيب الفعل فين؟ في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف يا مستر؟ يعني الفعل فين؟ في المصدر، مش مضاف له اي اضافات. تمام؟ طيب يبقى احنا هنا قلنا ان الفعل جه في المصدر. نيجي بقى في الماضي. في الماضي، الماضي سهل جدا. يعني ايه سهل جدا يا مستر؟ يعني التصريف الثاني من الفعل يا اما اضيف له دي او اي دي او اي اي دي، ده لو كان فعل منتظم. طب لو فعل غير منتظم يا مستر، بجيب التصريف الثاني من الفعل. لو كان فعل غير منتظم دي لازم تتحفظ. هناخد مثال دلوقتي. لو قلت لك مثلا هو لاعب كوره امبارح، هي، او هو اتفرج على الفيلم امبارح او التلفزيون امبارح، he watched TV yesterday.
طب ليه ما جبتهاش في المضارع يا مستر؟ ما في يسترداي اهي تسد عين الشمس. يعني ايه يسترداي؟ يعني امبارح، يبقى ده زمن ماضي، حاجه حصلت في الماضي. تمام. جبت الفعل ضفت له اي دي، يبقى في الباست سيمبل بجيب التصريف الثاني من الفعل، بضيف له يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي دي. تمام كده؟ ده لو فعل منتظم. طب لو فعل غير منتظم بحفظ بقى، زي مثلا يكتب. يعني ايه يكتب؟ يكتب يعني رايت، ده المصدر بتاعه مش مضاف له اي اضافات اهو. طب لو عايز بقى اجيب الماضي منه او التصريف الثاني منه، هل رايتد احط له اي دي او دي؟ لا غلط، روت ده الماضي بتاعه، يعني كتب، وهكذا. زي مثلا يذهب جو، الماضي بتاعها وينت، وهكذا. ده كله انا عايز اقول لك ايه؟ ان الفعل ملوش تصريف واحد على حسب زمن الجمله. لو مضارع ليها تصريف، ولو ماضي ليه تصريف تاني او تصريف مختلف. طولنا شويه في الفيربز او في الافعال، نخش بقى على تالت حاجه موجوده عندنا في البارتس اوف سبيتش، وهي الادجكتيفز. يعني ايه adjectives؟ يعني صفات. والصفات دي انا بوصف بيها مين يا مستر؟ بوصف بيها الاسماء. adjective يعني صفه. طب الصفه بتوصف ايه يا مستر؟ بتوصف الاسم او الضمير. بتوصف الاسم او ايه؟ الضمير. طيب الصفه مكانها فين يا مستر؟ بتيجي قبل الاسم يبقى الصفه بتيجي قبل الاسم او بعد بعض الافعال. في بعض الافعال بيجي بعدها صفه. ايه هي الافعال دي يا مستر؟ عندك فيرب تو بي، زي ما اتفقنا فيرب تو بي ده كان ايه؟ ام از ار ووز وي. عندك ايه تاني؟ عندك كلمه سيم او الفعل سيم يعني يبدو. لوك، تيست يعني مذاقه او المذاق بتاعه او طعمه. ايه تاني؟ سميل يعني ريحته، وهكذا. وحطيت فيل كمان، يشعر. ماشي؟ يبقى كل دي افعال بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها صفه، ممكن become كمان. تمام كده؟ وجرو وهكذا. في كذا افعال بيجي بعدها ايه؟ صفه. طيب تعال كده ناخد مثال. لما اقول لك مثلا he has a beautiful car. تعال كده نفصص الجمله دي سوا. ادي he subject فاعل زي ما اتفقنا، has عنده او يمتلك، يبقى ده ايه؟ فعل او verb، فعل اساسي. a beautiful car، خدت بالك من beautiful؟ تيجي كده نترجم beautiful يعني ايه؟ يعني جميل. طب جميل دي تعتبر ايه؟ صفه. خدت بالك مكانها فين او جت فين او وصفت مين؟ وصفت الايه؟ كار. كار ده نون، اسم. يبقى معنى كده ايه يا مستر؟ معنى كده ان الصفه بتوصف الاسم. وصفت الكار ان هي جميله، ان هي بيوتيفول. تمام كده؟ يبقى الصفه جت قبل الاسم علشان توصف الاسم. طيب عايزين ناخد حاجه من دي اللي هي الصفات بتيجي بعد بعض الافعال، زي فيرب تو بي مثلا. لو قلت لك ايه؟ لو قلت لك he is clever اللي احنا خدناه من شويه، هو يكون ايه؟ عبقري. خد جمله كمان، اقول لك مثلا she seems tired، يعني باين عليها انها كده ايه؟ تعبانه او مجهده. طيب تعال نفصص يا مستر. هي وشي دول ايه؟ فاعل. is ده فيرب تو بي، واحنا اتفقنا ان فيرب تو بي ممكن يجي بعده ايه؟ صفه. كليفر يعني ايه؟ عبقري. صح كده؟ يبقى انا كده وصفت الشخص اللي هو هي ده ان هو ايه؟ عبقري. بعد فيرب تو بي جت ايه؟ صفه. جت ايه؟ صفه او adjective. تعالى تحت. she seems tired، هي يبدو عليها انها تعبانه، انا بوصفها هي. صح كده؟ وادي seems اهو، اتفقنا ان بعد seems ممكن يجي بعدها ايه؟ صفه. tired هنا يعني مجهد او متعب، يبقى هنا ده ايه؟ adjective او صفه. بس تخلي بالك برضو من ملحوظه مهمه جدا. ايه هي يا مستر الملحوظه دي؟ هنكتبها كده على جنب. الصفات لا تجمع. يعني ما ينفعش اقول beautifuls، لا ما ينفعش. وصفت شخص beautiful، وصفت مجموعة beautiful برضه. تمام كده؟ كار عربية واحدة
صفه مفرد، ما يعني ما بايه، ما بتتجمعش. طيب تعالى ناخد مثال كده، اقول لك ايه مثلا، عايز اقول لك هم يكونوا عباقرة. هم ده جمع صح، فممكن واحد يقول لي ايه they، وذي جبت معاها فيرب تو بي اللي هو ار مش از، لان ذي بتاخد ار. كليفرز، هل ده صح؟ كليفر دي صفه بمعنى عبقري، هل ينفع اجمعها؟ لا، اقول لك شيل الاس دي غلط، الصفات ما بتتجمعش. وصفت شخص، وصفت مجموعه، الصفه زي ما هي، الصفات لا تجمع، الصفات لا ايه، لا تجمع. تمام كده، تمام كده. طيب في كلمه برضو مهمه جدا اسمها ايه، اسمها هارد. خلي بالك عشان دي مهمه جدا، مهمه جدا. هارد ممكن تيجي بمعنى ايه، ممكن تيجي بمعنى صعب، ممكن تيجي بمعنى بجد. ممكن تيجي بمعنى صعب، ممكن تيجي بمعنى بجد. طيب لو جت بمعنى صعب تبقى صفر، طب لو جت بمعنى بجد تبقى حال. اديني مثال يا مستر، اقول لك ايه، the exam الامتحان was كان hard، كان صعب جدا او كان صعب. was اهو فيرب تو بي، واتفقنا ان فيرب تو بي ممكن يجي بعده ايه، ممكن يجي بعده صفه. يبقى هارد هنا معناها ايه، هل معناها بجد ولا معناها صعب؟ معناها صعب. طيب يبقى النوع ايه، او الكلمه دي تعتبر ايه، صفه، adjective. تمام كده، يبقى هنا تعتبر صفه، هنا تعتبر ايه، صفه. طب الحاله يا مستر ادينا عليه مثال، تعالى نشرح الحال. كده خلصنا الصفات. يبقى الصفه بتوصف الاسم او الضمير، مكانها فين، مكانها قبل الاسم او بعد بعض الافعال زي فيرب تو بي، زي سيم، زي لوك، زي فيل، زي بيكم. كل دي افعال ممكن اجيب بعدها ايه، صفه. طيب الصفات ينفع اجمعها يا مستر، ينفع اقول كليفرز، ينفع اقول بيوتيفولز؟ لا، وصفت شخص او وصفت مجموعه، الصفه ثابته زي ما هي، ما بتتجمعش، ما بتتجمعش. تمام. خلي بالك برضو في كلمه اسمها هارد، ينفع تيجي صفه وينفع تيجي حال. لو جت صفه يبقى معناها ايه، يبقى معناها صعب. طب لو جت حال يبقى معناها بجد. طيب تعالوا كده نشرح الحال بسرعه. الحال سهل جدا. يبقى معانا الحاجه الثانيه في البارتس اوف سبيتش ايه هي، الادفيرب، الحال. احنا من شويه قلنا ان الصفات بتوصف ايه، بتوصف الاسم والضمير، بتوصف الاسم او الضمير. طيب الحال بيوصف كام حاله او كام حاجه، 3. الحال بيوصف 3 حاجات. الحال بيوصف ايه، 3 حاجات. يوصف فعل، يوصف صفه، ويوصف حال زيه. يبقى الحال بيوصف 3 حاجات، بيوصف فعل، بيوصف صفه، بيوصف حال زيه. طب الصفه بتوصف الصفه يا مستر؟ لا، امال ايه اللي بيوصف الصفه؟ الحال. تمام تمام. طب تعالى كده نشوف مثال. ناخد اللون ده. لو قلت لك مثلا احمد plays well. لو قلت لك this car is very beautiful. طيب وناخد مثال كمان زي المثال ده فوق، بس هنضيف عليه حاجة. اما اقول لك مثلا احمد plays very well. ايه الكلام ده بقى يا مستر؟ تعال نشوف ايه الكلام ده. طيب انا اتفقت معاك من شويه ان الحال بيوصف الفعل او الصفه او ايه تاني، فعل وصفه او الحال اللي زيه. تمام. تعال نشوف اول جمله، احمد بلايز ويل. احمد بيلعب بطريقه كويسه او كويس. طيب انا هنا بوصف ايه، هل بوصف احمد؟ لا، اتفقنا ان انا بوصف الفيرب، بوصف الفعل، بوصف اللعب بتاعه. تمام كده. يبقى ويل دي تعتبر ايه، تعتبر حال. وصفت مين، وصفت مين، وصفت الفعل اللي هو بلايز، وصفت الفعل اللي هو بلايز. يبقى هنا وصفت مين، وصفت فعل، وصفت فعل. يبقى انا كده اعرف ان الحال مكانه فين، مكانه لو هيوصف فعل بعد الفعل الاساسي، بعد الفعل ايه، الاساسي. مش كده؟
يبقى الحال بيجي بعد الفعل الاساسي. طيب لو عايز اوصف بقى بيه صفه، مش هو كان بيوصف فعل او صفه او حال، تعالى كده نشوف الجمله دي. This car is very beautiful. العربيه دي حلوه قوي. طيب بالراحه، this car دي العربيه is verb to be. beautiful يعني ايه؟ جميل. تعتبر ايه؟ صفه، صح؟ سيبك من very دلوقتي، خبي very. مش احنا اتفقنا ان بعد verb to be بيجي ممكن يجي صفه، صح كده؟ اللي هي بوصف بيها العربيه، صح؟ يبقى هنا دي كانت ايه؟ صفه. طب انا عايز اوصف اللي هي الجمال بتاع العربيه، انه شديد جدا او كتير جدا، يبقى احط very. very دي تعتبر ايه؟ حال، تعتبر adverb. وصفت مين بقى؟ وصفت الصفه اللي هي beautiful. يبقى زي ما اتفقنا ان الحال بيوصف فعل او صفه. طب اعرف من هنا مكانها كان فين؟ الادفرب كان فين؟ كان قبل الصفه. يبقى اعرف من كده ان الادفرب او الحال بيجي بعد الفعل الاساسي، وبيجي ايه؟ قبل الصفه. قبل الايه؟ الصفه. طيب لو عايز يوصف حال زيه، نفس الجمله هي احمد بلايز ويل. سيبك من فيري، اتفقنا ان ويل دي حال، صح كده؟ بتوصف مين؟ بتوصف الفعل اللي هو بلايز. تمام؟ طيب يبقى ويل ده حال وصف الفعل اللي هو بلايز. طيب عايز بقى اوصف الحال ده، هل اجيب صفه ولا اوصفه بحال زيه؟ اوصفه بحال زيه. ادي فيري اهي، فيري دي تعتبر حال، والحال وصف الحال. يبقى انا كده الحال عندي او الادفرب عندي بيوصف 3 حاجات: فعل، صفه، حال زيه. فعل، صفه، حال زيه. طيب الصفه بتوصف ايه؟ بتوصف الاسم والضمير. هل بتوصف الصفه؟ لا. امال مين اللي بيوصف الصفه يا مستر؟ الحال، زي ما اتفقنا. تمام؟ طيب فاكر كلمه هارد اللي قلتها لك من شويه، ان بتيجي بمعنى لو جت صفه بتيجي بمعنى صعب، ولو جت حال بتيجي بمعنى بجد. اما اقول لك ايه مثلا؟ she studies hard. هي بتذاكر صعب ولا بتذاكر بجد؟ بتذاكر بجد. يبقى هارد دي يا مستر صفة ولا حال؟ حال. وصفت ايه يا مستر؟ وصفت الفعل اللي هو studies. وصفت الفعل اللي هو ايه؟ studies. يبقى هارد هنا بمعنى بجد، مش معناها صعب، مش معناها صعب. طيب قال لك بقى ان الادفرب عامة او غالبا بيبقى اخره ال واي. بيبقى اخره ايه؟ ال واي. زي مثلا كويك تبقى كويكلي، سلو بطيء تبقى سلولي، بطريقه ايه؟ ببطء. طب بص كده الكلمه دي، اخرها ايه يا مستر؟ ال واي، صح؟ طب دي حال ولا صفه؟ هتقول لي حال اخرها ال واي. اقول لك لا، دي صفه. بمعنى ايه؟ بمعنى ودود. ماشي؟ طيب طب انا عايز استخدم الصفه دي كحال، اعملها ازاي؟ اقول لك تعملها ازاي. اقول لك مثلا he speaks، هو بيتكلم. عايز اقول بطريقه ودوده، هل اقول he speaks friendly؟ ما احنا اتفقنا ان friendly دي مش حال، دي صفه. الصفه بتوصف الفعل؟ لا، انا عايز حال يوصف الفعل اللي هو ايه؟ speaks. تمام؟ طيب اقدر اعمل ايه بقى؟ قال لك ممكن تعمل الطريقه دي: in a friendly way او manner. يعني ايه يا مستر؟ يعني هو بيتكلم بطريقه ودوده. شايف كل دي حال. طب دي لوحدها صفر. افهم من كده ان انا ممكن اجيب ان واحط بعدها صفه، وبعد كده way او مانر، واعملها على انها حل. يا مستر. طيب ناخد مثال كمان. لو عايز اقول لك عايز بيتكلم بطريقه جيده، ممكن اقول he speaks well، صح؟ طب عايز استخدم كلمه good. مش good يعني جيد، صح؟ good يعني جيد، تعتبر ايه؟ صفه. عايز استخدمها على انها حال، ممكن اجيب will. طب عايز استخدم الطريقه دي، اقول لك in a good way او good manner، تمشي صح، تبقى adverb صح. تمام كده؟ يبقى تخلي بالك مش اي ال واي تعتبر ايه؟ حال. مش اي ال واي تعتبر حال. مش اي ال واي تعتبر ايه؟ حال. تمام كده؟ وفي بعض الكلمات برضو هتلاقيها في الفايل عندك، كذا كلمه ممكن تبقى حال وممكن تبقى صفه. ممكن تبقى حال وممكن تبقى ايه؟ صفه. زي fast،
زي early زي low وهكذا. كل دي كلمات ممكن تعتبر الاثنين. تمام كده؟ صعب الحل؟ لا مش صعب الحل. نكمل. انت يا مستر عمال تقول لنا هي، عمال تقول لنا شي، وعمال تقول لنا ات وذي ومش عارف ايه. نيجي بقى لحاجه اسمها ايه؟ الضماير. يعني ايه ضماير؟ اسمها pronouns. يعني الضمائر. هل ليها انواع يا مستر؟ ليها انواع يا مستر. عندك subject pronouns. يعني ايه بالعربي يا مستر؟ ضمائر الفاعل. هو يعني ايه ضمير اصلا يا مستر؟ ضمير يعني يجي مكان الاسم. يعني انا مثلا احمد، هل ممكن اشيله واجيب مكانه ضمير؟ مش احمد ده ممكن اقول عليه هو، يبقى اقول هي، صح كده؟ يبقى الضمير ياتي مكان الاسم. الضمير ياتي مكان الايه؟ الاسم. طيب بينقسم لايه؟ عندك subject pronouns ضمير الفاعل او ضمائر الفاعل. ايه هي يا مستر؟ عندك هي يعني هو، وعندك شي هي، عندك ات هو او هي الغير العقل، عندك يو انت او انتم، عندك وي يعني نحن، عندك they يعني ايه؟ هم، وعندك اخر حاجه اللي هي ايه؟ اي يعني انا. نعدهم كده 3 و3 ادي 6، كلهم ايه؟ 7. هي شي ات يو وي they اي. تمام كده؟ دي ضمائر الايه؟ الفاعل. يعني ايه ضمائر الفاعل يا مستر؟ يعني تيجي مكان الفاعل، يعني بتيجي في اول الجمله. تيجي فين؟ في اول الجمله. ده كانت ضمائر الفاعل. طب هل في انواع ضمائر تانية؟ يا مستر. احنا قلنا في فاعل وفي ايه؟ مفعول. في ضمائر ايه؟ مفعول. الاوبجكت pronouns. يعني ايه object pronouns؟ يعني ضمائر المفعول، يعني تيجي مكان المفعول. احنا من شويه قلنا هي وشي وات يو وي ذي اي، دول بيجوا مكان الفاعل. مكان الايه؟ الفاعل. طب انا المفعول عايز اجيب مكانه الاسم، مثلا مفعول عايز اجيب مكانه ضمير. مش احنا اتفقنا ان الضمير بيحل محل الاسم؟ صح، تمام. طب ايه هي الاوبجكت بروناونز؟ عندك مي، نغير اللون، عندك مي، وعندك ايه تاني؟ عندك هيم، وعندك هير، وعندك us، وعندك you، وعندك it، وعندك them. تمام كده؟ مي جايه من I، وهم جايه من he، وهير جايه من she، واس جايه من وي، ويو بتنزل زي ما هي ما بتتغيرش، وات نفس الكلام بتنزل زي ما هي ما بتتغيرش، وذم جايه من they. ذم جايه من they. تعالى كده ناخد مثال بسرعه. لما اقول لك ايه؟ عايز اقول لك هو اداني اي حاجه. he gave me، عايز اقول اداني الكتاب مثلا a book. تعالى كده نفصصها. تعالى نفصصها يا مستر. ادي هي يعني هو، جايه فين؟ في الاول فاعل، صح كده؟ يبقى ده ضمير ايه؟ ضمير فاعل. يبقى ده subject ولا object؟ لا ده subject pronoun، ضمير فاعل. طيب give me اداني انا، اداني. مين اللي خد الحاجه او مين اللي خد الكتاب؟ انا، صح كده؟ ادي مي اهي، ادي مي اهي، صح كده؟ يبقى ده ايه؟ ضمير فاعل ولا ضمير مفعول؟ لا ده ضمير مفعول. انما هنا ده ضمير ايه؟ فاعل، وهكذا. يبقى انا عندي ضمائر الفاعل كانت فوق اهي، هي شي ات يو وي ذي اي. ضمائر المفعول ايه هي؟ مي او هيم او هير او اس او يو وات وذم. تمام كده؟ تمام كده. في ضمائر تانية؟ في ضمائر تانية، بس كده هتدخلنا على درس تاني اسمه درس الملكية. درس الملكية. يعني ايه درس الملكية؟ ملكية، حاجة ملكي. عايز اقول دي بتاعتي، دي بتاعته، دي بتاعتهم، دي بتاعتها. تمام؟ هنشوف الكلام ده هنعمله ازاي دلوقتي. طيب في الملكية بتنقسم حاجتين. خلينا في البروناونز الاول او في الضمائر الاول. عندي possessive pronouns، وعندي possessive
adjectives. عندي ضماير ملكيه وعندي صفات ملكيه. خلينا في صفات الملكيه، انتوا ايه حاسس ان انتوا فاكرينها اكتر، فتعالوا نشوفها. يعني ايه صفات الملكيه؟ خدت بالك صفات الملكيه هي الصفه بيجي بعدها ايه، او بتيجي قبل ايه؟ بتيجي قبل الاسم، بتيجي قبل الايه؟ الاسم. يبقى دي بيجي بعدهم ايه؟ نون او اسم الحاجه المملوكه. طيب تعالى نشوف ايه هم اصلا. عندك ماي، ماي يعني ايه؟ بتاعتي انا. عندك هيز بتاعته، هير بتاعتها، اتس يعني بتاعته او بتاعتها الغير الايه؟ غير العقل. عندك يور بتاعتك، اور بتاعتنا، وعندك their بتاعتهم. كل دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ها، ضماير ولا صفات؟ لا، صفات الملكيه. تعال ناخد مثال عليها. لما اقول لك ايه مثلا؟ This is my car. دي عربيتي. دي ايه؟ عربيتي. تعال نفصل. ادي ماي اهي، possessive ايه؟ adjective يعني ايه؟ صفة ملكية. جه بعدها ايه؟ اسم. كار، مش كار دي يعني عربية، ودي ايه؟ صفة ملكية. صفة ايه؟ ملكية. وساعات بيتقال عليهم ايه؟ possessive determinants يعني ايه؟ محددات الايه؟ الملكية. تمام كده؟ يبقى دي صفة ملكية بيجي بعدها اسم. ايه الاسم ده؟ الحاجة المملوكة. اما اقول لك ماي كار عربيتي، يور كار عربيتك، their كار يعني ايه؟ عربيتهم، وهكذا. تمام؟ طيب دي كانت الايه؟ صفات الملكية. تعالى بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ ضمائر الملكية. تفرق يا مستر؟ تفرق يا مستر. تعالى هنا نشوف دي. طيب احنا هنا قلنا ماي وهيز وهير واتس ويور واور وذير، صح كده؟ هنا بقى هتختلف شويه، لان هنا بتيجي فين؟ في اخر الجمله، مش الكلمه، لا الجمله. تمام كده؟ بتيجي في اخر الجمله. ايه هما بقى يا مستر؟ عندك ماين، في حاجات هتلاقيها هي ما اتغيرتش. تمام؟ عندك هيز، عندك هيرز مضاف لها اس، خلي بالك. ها، ايه تاني؟ طب اتس لا ملهاش، اتس ملهاش، اتس ما بتجيش في الاخر، لازم تيجي كصفه ملكيه ويجي بعدها ايه؟ اسم. لما اقول لك الكلب ده الاكل بتاعه يبقى اتس فود. تمام كده؟ يبقى اتس مش ايه؟ مش هنضيفها. يور تبقى يورز. تمام؟ طيب اور تبقى اورز. نكمل. زير تبقى زيرز. هي بس بنضيف لها ايه؟ اس. تمام؟ تمام. تعالى ناخد نفس المثال بس نستخدم معاه ايه؟ possessive pronoun او ضمير ملكيه. ضمير ايه؟ ملكيه، مش صفه ملكيه، خلي بالك. يعني انا عايز المثال ده هعمله هنا كده. تعال نشوفه بالطريقه دي. انا قلت لك هنا this is my car، دي عربيتي. my وكار، my اهي صفه ملكيه وجي بعدها اسم. طب عايز هنا استخدم ضمير ملكيه، هيبقى mine، صح؟ طب اعملها ازاي؟ اقول لك ايه؟ this car، شايف العربيه اللي هناك دي؟ is mine. العربيه اللي هناك دي ملكي، بتاعتي. خدت بالك ان ماين او ضمير الملكيه جه في الاخر ولا جه في النص؟ لا، جه في الاخر، جه في اخر الايه؟ الجمله. يبقى ماين جت فين؟ في الاخر. طب ده اسمه صفه ملكيه ولا ضمير ملكيه؟ لا، ضمير ملكيه. تمام كده؟ تمام كده؟ يبقى الملكيه عندي اتفقنا في صفات ملكيه وفي ضمائر ملكيه. هل في حاجه اقدر استخدمها تاني الملكيه؟ قال لك اه. ايه هي يا مستر؟ حالا. فاكر في اما كنت بشرح الفيربز او الافعال اللي هي الاساسيه والمساعده، مش قلت لك في فعل اسمه هاز او هاف؟ صح، بمعنى ايه؟ يمتلك، بمعنى يمتلك. يبقى انا عندي هنا فعل اسمه هاف بمعنى يمتلك. طب هل ده التصريفات بتاعته بتختلف؟ بتختلف طبعا، مع هي وشي. طب حد يقدر يقول لي ايه دول؟ حد يقدر يقول لي ايه دول؟ دول ضماير الايه؟ الفاعل وليس المفعول. هي، شي، ات، واي اسم مفرد، احمد، علي، محمد، بجيب معاهم هاز زائد الحاجه المملوكه. تمام؟ طيب مع يو وي وذي واي واي اسم جمع. يعني ايه اسم جمع؟ انا ومحمد، انا وعلي، وهكذا. بجيب هاز ولا هاف؟ لا، هاف.
زائد برضو الايه الحاجه المملوكه. ناخد مثال يا مستر، اقول لك ايه، he has ولا have؟ لا he has a car، هو عنده عربيه او يمتلك عربيه. طب عايز اقول لك انا امتلك عربيه، I has ولا have؟ لا اقول لك I have a car. تمام كده؟ يبقى مع he وشي وات واي اسم مفرد بجيب has، ولكن مع you وي وذي واي اسم جمع بجيب have. بجيب ايه؟ have. دي طريقه تانية برضو للملكيه. اخر حاجه للملكيه هناخدها في الاسم زائد apostrophe اس او اس apostrophe. يعني ايه apostrophe اس واس apostrophe؟ دي بستخدمها للملكيه. يعني عايز اقول لك كتاب احمد، اعملها ازاي دي؟ ولا اقول لك ادي احمد اهو، صح كده؟ اسمه هو عادي خالص، وادي الكتاب اهو اللي هو بيمتلكه. عايز بقى اقول ده كتاب احمد. خدت بالك من الحرف اللي في الاخر ده؟ هل ساكن ولا متحرك؟ ملهاش دعوه، ده ساكن صح كده؟ دي عادي خالص احط ايه؟ apostrophe اس. يبقى اقول لك ايه مثلا، نجيب بقى الجمله كامله، اقول لك this is احمد's، بص كده، بوك، ده كتاب احمد. ماشي؟ طب امتى استخدم دي يا مستر؟ امتى استخدم دي؟ تعالى اقول لك. خدت بالك كده من الاسم ده؟ بص الاسم ده كده، this is فارس بوك. فارس ده اخره ايه؟ اخره اس صح؟ هل احط ابوستروف اس تانية؟ تنفع عادي، بس يعني الاسهل او الافضل، شايف الاس الاخيره دي؟ اعمل كده بس، this is فارس بوك على طول. طب لو عملت كده يا مستر هتمشي صح عادي، بس الافضل تحط ايه؟ ابوستروف على طول تسهيلا ليك يعني. طب هل مع الاسماء ما ممكن بقى مثلا students يعني ايه؟ جمع طلاب، اخرها اس صح كده؟ هل احط ابوستروف اس ولا ابوستروف على طول؟ ابوستروف على طول. يبقى انا كده شرحت كذا حاجه للملكيه. ممكن تستخدم هاز او هاف، ممكن تستخدم الابوستروف اس او اس ابوستروف، وممكن برضو عندك صفات الملكيه وعندك ضمائر الملكيه. تمام كده؟ تمام كده. هنعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هنجيب الفايل، هتلاقيه عندك مرفوع في المنصه كده. طيب احنا فتحنا الفايل دلوقتي، هنشوف الفايل كده. هو غالبا الفايل او هتلاقيه عندك على المنصه مرفوع في كل الكلام اللي احنا شرحناه. تمام؟ يعني حتى لو شفت الشرح وحبيت تقرا الفايل كده تمشي عينك فيه، هتلاقي ان هو مفيد جدا وفي كل الكلام اللي احنا شرحناه. وهتلاقي برضو فيه تدريبات، فاحنا عايزين برضو كده نشوف كام تدريب كده نقدر ايه نحلهم سوا. ننزل ادي البارتس اوف سبيتش اللي احنا شرحناها. تمام؟ وادي تصريفات الافعال، ان مفيش تصريف واحد للفعل زي ما اتفقنا، وبيكون على حسب الزمن سواء مضارع او ماضي. وادي الصفه، الكلام كله قلناه. وادي كلمه فريندلي اتفقنا بنعملها ازاي تكون ادفيرب او حال، وفي بعض الكلمات تنفع حال او ظرف، تنفع صفه برضو. تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف كده التدريب البسيط ده سوا. بص هنا بيقول لك ايه، اكتب التصنيف الصحيح للكلمات اللي تحتها ايه خط. هو طبعا مفيش خط، دي مقصوده عادي عشان ممكن الجمله الواحده نطلع منها كذا حاجه. تمام؟ طيب فاحنا خدنا في البارتس اوف سبيتش في عندي نون او فيرب او ادجكتيف، ممكن اسم او فعل او صفه. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف اول جمله نطلع منها كذا حاجه. we live in a house، احنا عايشين في بيت. طيب ممكن انا اسال سؤال، ممكن احط خط هنا. we دي تعتبر ايه؟ تعتبر ايه؟ subject pronoun، تعتبر ايه؟ ضمير فاعل. يبقى كده اول حاجه طلعنا منها ان دي subject pronoun، يعني ضمير ايه؟ فاعل. he she it you we they I. تمام؟ طيب live نعيش، دي تعتبر ايه؟ تعتبر فعل، صح كده؟ ماشي؟ يبقى طلعنا كذا حاجه من ايه؟ من الجمله الواحده. house بيت، يعني ده تعتبر ايه؟ noun، تعتبر ايه؟ اسم، تعتبر اسم. تمام كده؟ نشوف الجملة رقم 2. My brother runs fast.
اخويا بيجري بسرعه، ماشي كده. طيب ماي دي لو سالتك قلت لك تعتبر ايه، هتقول لي ايه؟ هل هي ضمير ملكيه ولا صفه ملكيه؟ لا دي صفه ملكيه، possessive adjective، تمام كده. انما يا مستر كانت ضمير الملكيه منها ايه؟ ايوه اللي كان بيجي في الاخر اسمه ماين. اسمه ايه؟ ماين. يبقى هي دي كانت صفه ملكيه وجي بعدها الاسم، جه بعدها ايه؟ اسم ماي براذر، اخويا انا، تمام كده. طيب runs بيجري، ده تعتبر ايه؟ تعتبر فعل. فاست من شويه قلت لك ان في بعض الكلمات ممكن تيجي صفه وممكن تيجي حال. اتفقنا ان الصفه بتوصف كام حاجه؟ حاجتين، الاسم او الضمير. طيب الحال بيوصف كام حاجه؟ 3 حاجات، يا اما الفعل يا اما الصفه يا اما ايوه الحال اللي زي. طيب my brother runs fast، اخويا بيجري بسرعه. انا هنا بوصف ايه؟ بوصف الايه؟ الجري، بوصف الجري، بوصف الفيرب، بوصف الفعل. يبقى كلمه فاست دي وصفت مين؟ وصفت runs. يبقى دي تعتبر ايه؟ صفه ولا حال؟ تعتبر حال. تمام كده. جمله جمله اهي بناخد منها ايه؟ كل حاجه. طيب تالت جمله هالة دريس از بيوتيفول، خدت بالك من الابوستروف اس؟ بعد الاسم حطيت ابوستروف اس بتاعت الايه؟ الملكيه، يعني فستان هالة. طب كلمه دريس دي تعتبر ايه؟ تعتبر نون، يعني اسم بمعنى ايه؟ فستان. is beautiful تقدر تقول لي is دي تعتبر ايه؟ ايوه تعتبر verb to be. طب كلمه beautiful يعني يعني جميل، فستان هالة جميل. طب beautiful دي تعتبر ايه؟ noun ولا verb ولا adjective؟ اسم ولا فعل ولا صفه؟ لا تعتبر adjective. يعني ايه adjective يا مستر؟ يعني صفه. تمام كده. طيب 4 we have a community meeting، اتفقنا we يعني ايه؟ احنا. تعتبر ايه؟ subject pronoun ولا object pronoun؟ لا subject pronoun، يعني ضمير فاعل. ضمير ايه؟ فاعل. have احنا عندنا، يعني ايه؟ تعتبر ايه؟ اسم ولا فعل؟ لا تعتبر فعل. يبقى have هنا verb. have هنا يعني ايه؟ verb، يعني فعل اساسي، تمام كده، او نمتلك عندنا يعني. meeting يعني اجتماع، فتعتبر ايه؟ اسم. خدت بالك من كلمة community؟ community meeting يعني ايه؟ الكوميونتي او المجتمع بتاعنا، الميتنج بتاعه او الاجتماع بتاعه، تمام كده. هنا وصفت كلمة meeting، اتفقنا؟ يبقى دي تعتبر ايه؟ صفة. طيب مستر الموجي is an amazing teacher، خدت بالك من amazing وخدت بالك من teacher. teacher يعني مدرس، تعتبر اسم. بقول لك عليه هنا amazing، يعني ايه amazing؟ يعني مدهش او مذهل، تمام كده. طيب هنا انا وصفت teacher صح، يبقى دي تعتبر حالة ولا صفة؟ تعتبر صفة. يبقى كلمة amazing صفة وتيتشر تعتبر اسم. teacher تعتبر ايه؟ اسم. اخر جملة معانا في اي هنا في الاول، I joined the football team، انا انضميت لفريق الايه؟ الكوره. كلمه اي دي تعتبر ايه؟ ايوه تعتبر ضمير فاعل. تعتبر ايه؟ ضمير فاعل subject pronoun. joined انا انضميت خلاص، يبقى ده ايه؟ verb. اتفقنا؟ subject verb complement، تمام كده. هنا برضو الضمائر موجوده وامثله عليها كمان، دي ممكن نحلها في المحاضره الجايه. انا بس عايز الايه؟ الباراجراف. نشوف كده، نحاول نكتب باراجراف سوا. ده برضو ديالوج، تمام. في هنا شويه كلمات هتساعدنا ان احنا نكتب الباراجراف اللي هو عن your favorite food اعتقد، تمام كده. فتعالوا نقرا الكلمات سوا ونعرف معناها ونحاول نكتب عن الموضوع جمل بسيطه كده، يعني اي حد يقدر ايه؟ يكتبها. اول كلمه معانا عندنا اسمها فريش يعني طازه. healthy يعني صحي يعني حاجه صحيه. طب عايز اجيب العكس منها تبقى unhealthy. هي نفس الكلمه بس بحط حاجه في الاول اسمها prefix، اسمها un. unhealthy يعني غير صحي. طب healthy يعني صحي. fruit يعني فاكهه. bloom يعني تفتح الازهار. coffee grounds اللي هو التفل، مش دي تفل القهوه، الحاجات اللي بتبقى متبقيه في القهوه من تحت دي. وهنا ceiling يعني سقف. recipe يعني الوصفه بتاعه الطهي او بتاعه الطعام، يعني مثلا اقول لك الاكله الوصفه دي بتاعتها ايه، فاسمها ايه؟ recipe. tasty يعني لذيذ، بتساوي كلمه برضو اسمها ايه؟ ايوه delicious يعني لذيذ برضو. salty يعني مملح. rice يعني رز. vegetables يعني خضروات. coffee يعني قهوه.
كومبوست يعني سماد عضوي. طيب نيجي بقى للموضوع بتاعنا اللي هو your favorite food، طعامك المفضل. فعايزين نكتب عن طعامك المفضل او الحاجه الاكل اللي انت بتحبه او بتفضله. طيب نقدر نكتب ايه في الموضوع ده؟ بكل بساطه خالص احنا بصينا على الكلمات اللي موجوده وخدنا منها فكره، فنقدر ندي شويه جمل. انت دلوقتي لو قلت لك ايه الاكل اللي انت بتحبه او المفضل، واحد مثلا يقول لي باستا، المكرونه يعني، بيتزا، البيتزا، فحاجه سهله اهي خالص. ممكن نقول مثلا ان الاكل المفضل بتاعنا هو البيتزا، تحط نقطه، جمله خبريه، فنحط ايه نقطه او فول ستوب في الاخر، وابدا بقى اقول ايه البيتزا حلوه، البيتزا لذيذه، بحبها، باكلها امتى، باكلها قد ايه، باكلها مع مين، وهكذا. كل ده جمل اقدر اكتبها وبتسهل عليا الموضوع اللي انا بكتب عنه. فتعالوا كده نجرب نكتب سوا ونشوف هنكتب ايه. زي ما اتفقنا قلنا يور فيفورت فود. يور فيفورت فود هو هنا بيقول لك اكلك انت المفضل، فانت لما تيجي تكتب اكيد مش هتقول له يور فيفورت فود اكلك المفضل. مش اتفقنا ان يور دي اللي هي بتاعت الملكيه، انت اكلك انت، انا عايز اقول اكلي المفضل انا، يبقى استخدم ايه؟ ايوه اسمها ايه؟ possessive adjective. يبقى بدل يور تبقى ماي، بدل يور تبقى ماي. يبقى اكتب، اسيب مسافه كده في الاول واكتب اقول ايه، واول حرف دايما بيكون كابيتال، اول حرف بيكون ايه كابيتال، يعني ما ينفعش اعمل كده ماشي، فانا لازم اجيب الحرف كابيتال. فاقول ايه؟ اقول ماي، وابدا اول حرف كابيتال ماي favorite food، أكلي المفضل is pizza، الأكل المفضل بتاعي هو الإيه؟ البيتزا. تمام كده؟ طيب أنا كده قلت له الأكل المفضل بتاعي هو البيتزا، تمام كده؟ عرفته الأكل المفضل بتاعي. أبدأ بقى أقول له إيه؟ ليه أنا بحب البيتزا، أو ليه بحب آكل البيتزا، هل طعمها عامل إزاي، وهكذا. طيب أقدر أقول له إيه؟ هل أفضل أقول بيتزا بيتزا بيتزا، ولا أقدر أعوض عنها بضمير؟ زي ما اتفقنا إن الأسماء ممكن أعوض عنها بضمير. طيب هي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، يبقى أعوض عنها بهي ولا شي ولا إت؟ أعوض عنها بإت. تمام كده؟ وابدا اول حرف كابيتال اقول لك ايه مثلا ات، عايز اقول لك المذاق بتاعها او الطعم بتاعها حلو قوي. اقولها ازاي؟ ات tastes خدت بالك من taste صح؟ بيجي بعدها ايه؟ تفتكر قلنا ان smell وتيست بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها صفه، بيجي بعدها ايه؟ صفه. عايز اقول لك طعمها حلو، الصفه بمعنى جيد او حلو ايه اسمها ايه؟ taste good. طب عايز اشيل الجود واحط صفه تانية بمعنى لذيذ، tasty. طب في كلمه تانية كانت بتساوي، انا لسه كاتبها لك من شويه، delicious. صعبه شويه الكلمه دي بس ايه نقدر نكتبها عادي. ما تعملش زي كده لما تيجي تكتب، انا بس بدي لك كذا اوبشن، بس انت لما تيجي تكتب تكتب ايه كلمه واحده، الثلاثه بنفس المعنى. اتفقنا؟ ونحط ايه نقطه. تمام. انا دلوقتي قلت ان الاكله المفضله بتاعتي كذا، هي طعمها كويس. تمام. عايز اقول برضو ريحتها حلو، ايه اقولها ازاي؟ it smells good. الريحه بتاعتها لما كده بتطبخ وتيجي تطبخها بتكون ايه الريحه بتاعتها ايه كويسه. طيب عايز اقول لك ايه تاني؟ عايز اقول لك انا باكلها مع الخضروات مثلا. ماشي، هكتبها ازاي دي؟ اقول لك I eat pizza with vegetables. نقطة. أنا بحب أكلها مع إيه؟ مع الخضروات. تمام كده؟ طيب أقدر أقول إيه تاني؟ عايز أقول لك أنا باكلها مع أصحابي مثلا، أو بستمتع وأنا باكلها مع أصحابي. أقول لك إيه؟ I enjoy. enjoy يعني يستمتع. خلي بالك إن كلمة enjoy أو بمعنى يستمتع بيجي بعدها الفعل فيه ing، يعني ما ينفعش أقول I enjoy eat. أمال أقول إيه يا مستر؟ I enjoy eating. يبقى أقول إيه؟ I enjoy eating pizza with my friends. نقطة. أنا بستمتع بالأكل البيتزا مع إيه؟ مع أصحابي. تمام كده؟
كان في كلمه فوق في الكلمات لو تفتكروا كانت بمعنى طازج. عايز اقول لك مثلا انا بحب البيتزا بتاعتي تكون طازه، ماشي؟ اقولها ازاي بقى؟ I love fresh pizza. انا بحب البيتزا تكون ايه؟ فريش، تكون طازه، تمام كده؟ ولو تفتكروا كان في كلمه تانية برضو اسمها ايه؟ كوفي. كان اسمها ايه؟ كوفي. ممكن اقول ايه مثلا؟ I drink coffee after eating pizza، او after I eat pizza I drink coffee، وهكذا. انا بعد ما باكل البيتزا اقدر ايه؟ اشرب قهوه. اقول ايه مثلا؟ I drink، انا بشرب coffee after. خلي بالك ان after بيجي بعدها برضو ing، after eating pizza. نقطة. طب عايزين بقى نقول سؤال، يعني الشخص اللي احنا بنكلمه او بنكتب له الباراجراف ده، عايز اقول له ايه هو اكلك المفضل؟ اقولها ازاي؟ اقول له ايه مثلا؟ اقول له what is your favorite food؟ ايه هو الاكل المفضل بتاعك؟ تمام كده؟ هحط ايه بقى في الاخر؟ فول ستوب ولا كويستشن مارك؟ هحط كويستشن مارك، هحط علامه استفهام. ليه يا مستر؟ عشان هنا انا بساله، بقول له واتس يور فيفورت فود؟ ايه هو اكلك المفضل؟ يبقى احط ايه؟ كويستشن مارك. تمام كده؟ شويه جمل بسيطه اهي كتبنا بيها الباراجراف عن يور فيفورت فود، واخترنا الفيفورت فود بتاعنا، وكان في كلمات فوق برضو استخدمناها في كتابه الموضوع. طب تمام كده يا شباب، المحاضرة التأسيسية الأولى خلصت. كنت مبسوط جدا إن أنا معاكم في المحاضرة التأسيسية دي. حاولنا كده مع بعض نفتكر الحاجات اللي إحنا المفروض كنا عارفينها. ومبسوط جدا إن أنا كنت معاكم. إن شاء الله هنكون موجودين معاكم على منصة في ماركت إنجلش، وبإذن الله هنكون موجودين برضو في سنتر توب 4 وسنتر كوليدج جولد في الهرم. بالتوفيق لكم، وأشوفكم قريب إن شاء الله.